طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيه عبد الوهاب محمد أمان، والبدء بأهم العناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. وزارة الأراضي والمياه والبيئة تنظم ورشة عمل بيئية. جهود لحصول جميع الأطفال على فرص التعليم. بيونغ يانغ تطلق 250 قذيفة مدفعية لإرسال تحذيرا شديدا للسول. التغيير المناخي يهدد مليار طفل في العالم. بايدن يقرر الإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط. من العناوين إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة 3 مواطنين من ترابولو وغودايف وسنبل بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,185، شفي منهم 10,078، وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 4 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من أكتوبر لعام 2022. نظمت وزارة الأراضي والمياه والبيئة ورشة عمل في أسمرة يومي 18 و19 من أكتوبر بالتعاون مع المنظمات الدولية لمتابعة السلامة البيئية في أفريقيا ومركز إعداد معلومات الموارد الطبيعية والتطوير حول متابعة وتقييم الأوضاع البيئية. وهدفت الورشة التي شارك فيها ممثلو الوزارات والمؤسسات والاتحادات جمع المعلومات الدقيقة على مستوى الوطن وإزالة المصاعب والتحديات وخلق فهم مشترك. وقال وزير الأراضي والمياه والبيئة سيد تسفاي قبر سلاسي في افتتاح الورشة أن الخطة المسيرة لحماية الموارد الطبيعية بوضع الاعتبار إلى الرغبة الوطنية والإقليمية والعالمية تنفذ بدعم التقانة، داعيا المواطنين للقيام بدورهم لحماية البيئة والاستفادة من المعلومات المجمعة. وذكر بأن الموارد البيئية تمنح الاهتمام الكبير، ويتوقع العمل المنسق لكون الرقابة البيئية تحتاج للعمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح منسق ورشة العمل مسؤول قسم المعلومات البيئية والتوعوية في الوزارة السيد أمان صالح أن الهدف التعريف على فجوات المعلومات البيئية ورسالة التقنية المساعدة لجمع المعلومات الدقيقة. وذكر السيد ستيفان ساندي والسيد تيدي موانغ الممثلان للمركز الإقليمي لإعداد معلومات الموارد البيئية والتطوير الذي يضم 14 دولة في شرق أفريقيا تحت إشراف الاتحاد الأفريقي إن العمل الأساسي للمركز جمع المعلومات المساعدة لمواجهة وحل التحديات والمصاعب البيئية باستخدام التقنية المتطورة. يضم المركز الإقليمي لإعداد المعلومات الموارد البيئية كل من إريتريا وإثيوبيا والسودان وجيبوتي وجزر القمر ومدغشقر وتنزانيا وكينيا وموريشياس ورواندا وشيشال والصومال وجنوب السودان ويوغندا. أعلنت وزارة التعليم أن جهود تبذل لحصول جميع الأطفال على فرص التعليم وضمان جودة التعليم. وأوضح مسؤول متابعة وتحقيق جودة التعليم في الوزارة السيد أبراهام تخليل وكالة الأنباء الإريترية إيرنا أن القسم يعمل على مستوى البلاد والإقليم والمديرية والمدرسة لتحقيق هذا الهدف، ويعمل في هذا المجال أكثر من 350 مشرفا تربويا. وذكر أن العمل يشمل إعداد اللوائح والقوانين ونشرها في المدارس ومتابعة تنفيذ السياسات والتعليمات والقوانين وإجراء دراسات في المدارس وتحسين نوعية التعليم لرفع المشاركة في التعليم وتدريب المعلمين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس. وأشار إلى بدء العام الدراسي في الهضبة في 19 من سبتمبر والمنخفضات في 26 من سبتمبر هذه السنة. وأوضح أن القسم
سعى لتوطيد العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة والطلاب والتفاهم مع وزارة الصحة للحلول دون مقاطعة الطلاب للدراسة بسبب المصاعب الصحية. أفاد مكتب الصحة في مديرية حمل مال تحقيق نتائج مرضية من إصلاح البيئة لدرء مختلف الأمراض وخاصة الملاريا. وأوضح مسؤول الصحة العامة السيد ميرون ستيفانوس منح الاهتمام الكبير للنظافة البيئية وتنفيذها، مشيرا إلى انخفاض ظاهرة الأمراض نتيجة ذلك، وخاصة انخفاض الملاريا لنسبة 0.8%. وذكر مدير ضاحية حمل ماله السيد إسماعيل إبراهيم أن النفير الذي ينظم مرتين أسبوعيا يشمل أيضا جمع محصول مزارع أسر الشهداء والمحتاجين. وأشار السكان إلى تعرضهم لمختلف الأمراض جراء نقص النظافة، ويقومون باستمرار بأنشطة النظافة البيئية نتيجة التوعية التي تقوم بها وزارة الصحة. عقد اجتماع في مديرية ميمنة بحث سبل تقوية تنظيم الشباب العمال في المديرية. ودعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد يمان مدهاني الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة لتعزيز الأنشطة المرتكزة على الوعي. وكذا مدير مديرية ميمنة المقدم أبراهام هايلي في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع تعاون إدارته لتنفيذ البرامج المنفذة. وقدمت في ختام الاجتماعات الشهادات التقديرية للهيئة الإدارية المنتهية فترة عملها. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية قبال ساحلها الشرقي والغربي، وذلك عقب بدء سول تدريبات دفاعية سنوية تهدف لزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية. وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبال ساحلها الغربي قبال ساحلها الشرقي. وردت بيونغ يانغ في وقت لاحق قائلة أن إطلاق القذائف يهدف لإرسال تحذير شديد إلى سول ردا على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية. وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري أن مناورات الحرب على شمال تجرى بطريقة محمومة. وبدأت قوات كوريا الجنوبية تدريبات هونغ كونغ العسكرية، ومن المقرر أن تنتهي يوم السبت، وهي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها سول في الأسابيع الماضية، ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان. حذرت منظمة كيدس رايت حقوق الأطفال غير الحكومية من أن تداعيات التغيير المناخي تهدد مليار طفل حول العالم، معربة عن أسفها لعدم تحسن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم خلال العقد الماضي. وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها هولندا في دراسة سنوية أن جائحة كوفيد-19 كان لها أيضا تأثيرا كبيرا على الأطفال، إذ أنهم حرموا أحيانا من الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحي، مما أدى إلى وفاة حوالي 286 ألف طفل دون سن الخامسة. وأوردت المنظمة هذه المعلومات في دراسة تصدرها سنويا تحت اسم مؤشر حقوق الأطفال، وتصنف فيها 185 دولة وفقا لمدى امتثال كل منها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بناء على بيانات الأمم المتحدة. وبحسب مؤشر حقوق الأطفال للعام 2022 فقد ارتفع لأول مرة منذ عقدين عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليونا، أي ما يمثل زيادة قدرها 8.4 مليون طفل خلال السنوات الأربعة الماضية.
أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس جو بايدن سيعلن عن قرار سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لضخها في السوق الأمريكية بهدف خفض أسعار المحروقات، مؤكدا عدم استبعاد البيت الأبيض سحب كميات إضافية أخرى إذا لزم الأمر. وهذه الكمية التي سيتم ضخها في السوق في ديسمبر ستمثل الجزء الأخير المتبقي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأمريكي في الربيع لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا. ونص هذا البرنامج يومها على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي. وأضاف أن بايدن يعتزم في الوقت نفسه وضع آلية من شأنها أن تعيد تكوين الاحتياطي الاستراتيجي على المدى الطويل. ويسعى بايدن الذي تصير الاستطلاعات تراجع شعبيته كبحجم التضخم والتخفيف من وطأته على الأسر الأمريكية عبر قرارات تساهم بخفض الأسعار قبل الانتخابات النصفية التي ستجرى في 8 نوفمبر. أغرت شركة الأسمنت الفرنسية لافراج أمام محكمة أمريكية بدعم تنظيم الدولة الإسلامية المتشددة وتنظيمات إرهابية أخرى. وقبلت لافراج غرامة قيمتها 777.8 مليون دولار نظير أموال دفعتها لاستمرار تشغيل مصانعها في سوريا بعد اندلاع النزاع المسلح هناك في عام 2011. وأشار الادعاء العام إلى أنها المرة الأولى التي تغرب فيها شركة في الولايات المتحدة بمساعدة الإرهابيين. وقالت الشركة أنها نادمة ندما شديدا على ما وقع وتتحمل المسؤولية عن المديرين التنفيذيين المعنيين. وأضافت شركة الأسمنت التي اشتراها المجمع السويسري هولسلام في عام 2015 أن تصرف المديرين كان خرقا سافرا لأخلاقيات لافراج. وقال الادعاء العام الأمريكي إن فرع لافراج في سوريا دفع لتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم جبهة النصرة 5.92 مليون دولار لحماية المستخدمين في المصنع بعدما تأجج النزاع المسلح في البلاد. وأضاف أن المدراء شبهوا ذلك بدفع الضرائب. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. وزارة الأراضي والمياه والبيئة تنظم ورشة عمل بيئية. جهود لحصول جميع الأطفال على فرص التعليم. بيونغ يانغ تطلق 250 قذيفة مدفعية لإرسال تحذير شديد لسول. التغيير المناخي يهدد مليار طفل في العالم. بايدن يقرر الإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.